ايوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا جماعه عندنا عزومه كبيره، فمش عارفين نعمل فيها ايه. فاحنا بنفكر كده قررنا نعمل ايه. قلنا هنعمل إيه، بشاميل، وكمان هنعمل ممبار، كرشه، ومحشي طبعا. هتشوفوا طبعا معانا وقلنا رايكم في العزومه بتاعتنا. طبعا اكيد كلنا عارفين طريقه البشاميل. المكرونه بتتسلق طبعا، واللبن بنعمل بيه البشاميل وكده، وعصاجين اللحمه. بصوا يا جماعه، البشاميل اللي فيه حاجات اتنين، يعني انت حط حته زبده كبيره كده لو متوفر عندك طبعا. وبيحب القشطه على الوش كده، بتدي لها طعم تاني خالص. هو كده البشاميل تمام. احنا ما بنحبش المكرونه بعد ما بتطلع من الفرن تكون ماسكه نفسها، لا احنا ما بنحبهاش كده. احنا بنحبها تكون سايبه كده من كتر ما هي سمينه، فيها زبده كتير، قشطه كتير، فطبيعي انها ما تنفعش تمسك نفسها. بس مش عايزه اقولك طعمها فظيع خرافه. خلاص احنا خلاص كده تقريبا جهزنا الصينيه. هنبدا بقى نحط البشاميل عليها، وبعدين نحط القشطه، وكده تكون دي التكه الاخيره. احنا بنحاول طبعا نوصل البشاميل لكل الصينيه. طبعا يا جماعه لو في شوربه لازم تحط مع البشاميل، طبعا بتدي طعم احلى. وزي ما انتم شايفين خلاص الصينيه قربت انها تكون جاهزه. ما شاء الله، مش عايزه اقولكم على طعمها كان عامل ازاي. خلاص الصينيه بقى جاهزه، حطينا على وشها قشطه عشان تديها طعم اجمل واحلى، تخلي وش الصينيه جميل. هنروح بقى دلوقتي علشان نعمل الممبار. وزي ما انتم شايفين احنا بنحشيه، قطعناه وبنحشيه. طبعا الحشو ما بيكونش سميك، لازم يكون خفيف شويه. بعد ما بتحشي لازم نحطه في ميه. حطيه في ميه كده وشيليه تاني، عشان لو في رز بره عليه او اي حاجه يعني. هنروح بقى نشوف الحروف والكرشه وهي على البوتاجاز. تقريبا لسه ما استوتش. هنشيلها اول ما تيجي تقرب للصوب عشان نحط الممبار. طبعا هو لسه. يلا بينا نشوف المحشي. انه العشق يا ساده. احنا كنا مخزنين طبعا ورق عنب لان ده مش الموسم بتاعه، فحبينا نجرب انه حاجه صغيره كده. طبعا احنا صورنا فيديو قبل كده، شفتوا فيه ازاي تلف ورق العنب. طريقه سهله جدا يعني مبسطه. مش عايزه اقول لكم يا جماعه على طعمه كان عامل ازاي، كان حاجه. شايفين المحشي يا جماعه؟ بص اقول لكم على تكه صغيره كده في المحشي. في صلصه اساسا كانت فايده مننا كتير. الصلصه اللي انا بعصر على الصلصه ليمون
زي ما انتم شايفين ليمونتين اتنين حطينا عليها. دي خاصة لورق العنب. شوية صلصة صغيرين اعصر عليهم ليمونتين واعمليها دي لورق العنب. تمام. وطبعا فاض شوية صلصة مش عليهم ليمون، حطيناهم على وش الحلة بتاعت المحشي. طبعا ده ورق العنب. هنبدأ نغرف دلوقتي ان شاء الله. تعالوا كلوا. عايزه اقول لكم يا جماعه طعمه حكايه. انا كان نفسي اصور لكم الاحداث كلها واحنا خلاص كله هو بيستوي، بس انا ما لحقتش بصراحه. وما لحقتش برضو ان اصور المكرونه الا بعد ما اتاكلت ان شاء الله. هنحط ورق عنب. شايفين احنا عاملينه طريقه تخزين حلوه جدا، عشان كده مش عايزه اقول لكم ان هو طعمه كانه النهارده بالظبط، كانك لسه شاريه حالا. اهم حاجه مفيش هوا يدخل ليه نهائي. دي المكرونه بعد ما خدنا منها. عايزه اقول لك كان طعمها تحفه. كل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.